حاجه هكا انا ما نجاوبش عليها، لانه اضراب الصحفيين اليوم اقوى ومعبر وسمبوليك اكثر من انك باش تقيموا اليوم صحفي باهي ولا خايب ولا يتقن مهنته ولا ما يتقنهاش. هذيك سي اوتر شوز، هذيك خانه ذريحه قالت مسحوره دون لو سونس كي ما تلقاش انت مبرر الغلطه كبيره تولي تشوف في عيوب العباد ولا عيوب الصحفيين. انا كمواطن تونسي اليوم وكفنان في نفس الوقت يشرفني اللي عندي صحافه اليوم نشوفها بالقوه ذي وتدافع على فكرتها وتدافع على حريتها، خاطر اللي يلزم الوعي اللي وراء هذا. راه الصحافه اليوم ولا الفنان كي يتكلم وكي يدافع على رايه وحريه تعبيره راهو مش قاعد يدافع على حاجه، راهو الصحافه مش قاعدين. الصحافه ذيك حق المواطن في المعلومه. الصحافه اليوم حق المواطن في المعلومه الصحيحه والشفافه. اليوم انت كي تقتل حريه التعبير وتقتل الصحافي ما يتكلمش وتولي برامج كلها تلمع في صوره الكرسي، خايبة المسعى. لأنه اليوم تولي عنا مواطن بلاش مراية، مواطن بلاش فكرة، مواطن ما عادش توصل له المعلومة، يولي زاد بيدو اللي شدد الكرسي عنده تصويرة مش متاعو، تصويرة هكا هو محلاه بوغوس مزيان وهو il devient de plus en plus monstre. فهمتني؟ دونك اليوم اللي شدد الكرسي ذكي واللي عنده رؤية حقيقية لبلاده ويحبها يلزمه بالعكس، يلزمه يكون هو إذا جاوزته الأمور، خاطر باش توصل صحافة هكايا سيكو جاوزته الأمور برشا، نقولوا ما عملهاش، نقولوا مثلا ماهاش على سوء نية حتى ولو إن كانت على حسن نية. إذا جاوزتك الأمور هكايا يلزمك الغلطة ذي تخرج وتربح بها بونتو وتظهر، خاطر توا ما عادش بيدينا نحن، هذه تصويره للعالم الكل قاعد يتفرج فينا. دونك يلزمك كيفاش تخرج اليوم وتمنع، مش تولي تلقى لهم في عيوب وتولي حرب ما توصل لحتى شيء. على خاطر انا في نفس الوقت نفرح اني صحافه توصل هذايا، في نفس الوقت نمرض زاده اللي نلقى روحي اليوم كفنان ولا كصحافي نعاود في المعركه من الاول جديد. انا عندي ايماج حلوه ياسر. كان نسالكم زوز شدينا من نهار الثوره لليوم دو بوزيتيف، بخلاف مشات ناس الله يرحمهم ودماء وعباد ضربت وناس في الحبس وتعذبت. فما حاجتين كيرون مع اللي يقعدوا في الاستوار لي بلو بيل ليماج. لو 14 جونفي كي اتحد الشعب التونسي وقال ديجاج، الكلمه ذيك قاعده سامبوليك باش تقعد للتاريخ. عباد تمشي والكلمه ذيك والمومون ذيك كي تسال تونسي مهما كان الحكومه بيدها والناس اذومه ونحن فخور بالنهار هذاك. انت هذاك هو لو بارفان الروح نتاع الثوره. ونهار اخر اللي التونسي يلقى به المواطنه نتاعو. علاش انا كلمه مواطن نقول فيها فرحان؟ خاطر ما كنتش مواطن انا في عهد بن علي والعهود هذيك، كنت ان سو سيتويان مش مواطن. توا المواطن نتاعي وقتاش وصل، سامحني نكمل فكرتي. المواطن نتاعي حقق وحس بوجوده نهار اللي انتخبنا، نهار اللي انتخبنا وهدينا للناس اللي شاده الحكم اليوم ترايكا الكرسي. والسمبول نتاع هذيك الاخرى السمبول نتاعها ديكا شنيا؟ الصباع وبالازرق. حتى سي راجل الغنوشي خرج عامل هكا. نحن اعطيناهم. نواصل مع سمير. ديلو آية سي سمير ما يعاب. يا ليتك قطعت وقت قال لك نكمل قبل ما نكمل. آية سمير ما يعاب على نعم اسمع. لا انا نجاوب على سي وليد، ماذا تحب تسالني انت ونجاوبك ولا نجاوب؟ آية سيدي شويه انضباط يهديكم. سمير ديلو ما يعاب على الحكومه التونسيه هو انها تحاول تدجين الاعلام، تركيع الاعلام. فما تعيينات فوقيه مثلا في دار الصباح يقول لك المفاوضات من اجل المفاوضات. هذا الكلام اللي قاعدين يقولوا فيه الصحفيين. حتى اخيرا السيد حماد جبيلي رئيس الحكومه كان تذمر ونقد الاداء نتاع التلفزه الوطنيه، قال كيفاش رئيس الحكومه يستقبل البعثه اللي كانت نتاع الالعاب الموازيه اللي جابوا ميداليات لتونس، كيفاش قال ما تصوروهاش وما تصوروش الاخبار وما تغطيوش النشاط الحكومي. حاله احتقان وغضب ومشادات كبيره بين الحكومه وبين النقابة الوطنية للصحفيين. فكيف يتحدث الناطق الرسمي
في هذا الخصوص ويفرك الرمانه كما يقولوا اون بور توت. لا ما استدعتنيش كانت رسمي، يبدو انك نسيت بين مقدمه البرنامج مش تو كانسان. خليني باش نجاوب. ما خاطر هو عطاني الباس نتاع الحكومه. انا مستهلك للاعلام كبقيه المواطنين، ومستهلك الانتاج المسرحي كبقيه المواطنين، وعندي راي، وكما من حق المسرحي انه يعطي رايه في الاحداث السياسيه، من حق السياسي انه يعطي رايه في الابداع المسرحي والابداع الاعلامي اذا كان ابداع. المسألة هذه الإشكال فيها هو أن المدخل المنهجي لها يلزم يكون عبر المقولة المستعملة في تراثنا وتاريخنا وعند علمائنا اللي هي تحرير الخلاف. وين المشكلة بالضبط؟ جزء مما قيل الفيتيار اللي قدمته، ما نعرفش ثم واحد بعده باش يعدل الكفة شوية وإلا لا، ولكن اللي قدمته هو صوت واحد. يعني ما قدمتوش الصوت قلت صوت الصحفيين وصوت لا، فما ناس مواطنين مش بالضروره صوت، ولكن ثم مواطنين عندهم راي اخر ويجب ان يستمع اليه بغض النظر على شنو الراي الاصح. الاشكاليه الحقيقيه كما قدمت في تقديري فيها شويه انحراف بالواقع، ما يجي اشكاليه معركه الاعلاميين من اجل حريه الاعلام. هذه بصوره عرضيه. المعركه الرئيسيه مش هذه. المعركة الرئيسية حاليا في مجال الإعلام هي كيف ننظم الحرية بما لا يجعل هذه الحرية توظف لصالح طرف دون آخر، ولكن الحرية موجودة. بالعكس هو موجودة حرية معها فوضى، ولكن أنا متفق مع اللي قال منكم أنه بزايد حرية خير من شوي، وأنه ثم شوية فوضى وننظموها خير من نعيشوا في الاستبداد وتكميم الأفواه. ولكن تقديم معركة الصحفيين وإضرابهم يوم 17 على أساس أن الانتفاضة من أجل الحرية، هذا ليس تقديما سليما، هي سوء تفاهم بين السلطة والإعلاميين. هذه حقيقة، المسؤوليات فيه متفاوتة، ولكن بالطبع يجب أن تتوجه الأنظار إلى من هو في السلطة، لأنه اللي عنده الصلاحيات الأكثر هو اللي عنده المسؤولية الأكثر، لأنه هو اللي صدر القوانين واللي يصدر القرارات، ولكن مسؤولية الإعلام موجودة. وأنا ما قلت أكرره. علاش؟ لأنه أولا أنا لا أضع نفسي في موقف القاضي ونحكم على الناس. أنا في جميع تدخلاتي عمري نحكم أنت شكون تعمل قبل 15 وشكون ونعرف جيدا، نعرف كل واحد شكان يكتب وشكان يقول. ولكن حتى تونسي حاليا ما ينجم ينصب روحه ويحكم على تونسي آخر، لأنه ثم ناس تورطوا، ثم القضاء يتكفل بهم، وثم ناس اخرين تو العداله الانتقاليه، ثم ناس اخرين بينهم بين ربي، وثم ناس اخرين اللي هما كانوا مغلوبين على امرهم. ما تجيش المواطن التونسي تقول له علاش كي كان يوقفك البوليسي تقف، والا علاش كيف يقولوا لك هات ما تعطي 50 دينار يدخل ولدك يقيد، والا تاخذ اعانه واذا ما تدفعش. المشكله حاليا انه كما ثم غسيل اموال ثم غسيل تاريخ. ثم ناس اليوم فلوس اللي جابوها بالرشوه وجابوها بالفساد يجي توا يتبرع الاحزاب ويعطي مقر الحزب بدون مقابل، ويعمل روضه ولا حتى املاء قراني، ويعمل اصطفات يكتب عليه هذا من فضل ربي ويولي مواطن صالح. وثم ناس اللي هو كان متطرفا في مدح النظام السابق يظن انه باش يغسل تاريخه ويولي متطرف في التهجم على من هم في السلطه حاليا. أنا في اعتقادي هذه ظاهرة مرضية يجب أن نتعاطى معها. الحاجة الثانية مانيش باش نطول، هي أنه ممارسة الحرية، ممارسة الإبداع في تقديري، وهذا رأيي الخاص نقول بكل تحفظ ونحترم الآراء المخالفة. حاليا في الثورة وقت اللي ولات الشجاعة ما عادش تدخل الحبس، وقت اللي ولا ديرو دو لا 25 مور دو 15 جانفيي، توا ولا المتحفظ اكثر واللي يحترم الناس، وهذا اللي نعيب ولا سي لطفي. انا لا انكر انه عنده ابداع وعنده ضمار، ولكن يتصور انه كيف ياخذ الكلمه اللي قالها خارج الموضوع، ما كانكش قلتها في البرنامج هذا، وش تتصورها شجاعه؟ جيت في المسؤول وزير احرجته، ماهيش بطوله سي لطفي، ماهيش بطوله تقول لي فهمتها. انا عشت 10 سنين مع الخلايق والبنديه والمجرمين، والكلام هذاك اللي انت سيادتك تقوله نفهم الكل، ولكن ما نقولوش اختيارا. واذا انت تقوله سيادتك ماكش اشجع مني. واذا تتصور انه كي تجي تقف في مسرحيه وتقول الكلام وتخلخل المقدسات والا الممنوعات ولا مش عارف شنية اللي هو ما يقولوهمش، مش معناها انت اكثر ابداعا منهم ولا اكثر شجاعه منهم. انت لقطه شجاعه اللي نحفظها لك، اللي وقت اللي سجلتك السيكونس في بن علي وانت متاثر وانا نقدر متاثر كان صادق، هذيك هي نحفظها لك. اما اللي جاء بعد 15 جانفي بينك وبين ربي ما نعرفكش شجاعه ولا تستعلف شجاعه. واكثر الناس اللي عاملين فيها ابطال توا واللي طالبوا بانه يكشفوا القائمه السوداء يبدو أنه أسماءهم في موقع جيد في القائمة السوداء. نواصل في الحديث على إضراب صحفي. لا مش موضوعنا، عايشك لطفي، مش موضوعنا هذا، عايشكم. حبيت تفهم حاجة. مش موضوع لطفي فهمناها الناس الكل، وسمير دولي ما جاش من المريخ كما هذا لغة من الدولين هذوك قصدت. أنا جيت بنية طيبة.
وجيت باش نحكي معاكم في اي ظروف كانت. صحيح. ولكن المنعرج هذايا هو يبدو انه في ذهنه منعرج نتاع تتيح قدر لا لن حاشاك اواصل فيه لن اواصل فيه. حاشاك لا يا لطفي مش موضوعنا. نحكيو على نقاط عايشكم. يقولوا في غيابي معقول. نحكيو على اضراب الصحفيين مش موضوعنا. كلمه تولي يا سيدي يرمس بالمقدسات. نحكيو على اضراب يا لطفي عايشك. واحد يقول لهم كلمه يا سي سمير يا سي سمير لا والله لا والله لا. لم انسحب في حياتي من برنامج يا وانا سمير. حضرت لنا بنيه طيبه ولم اكن انوي الانسحاب ولكن والله مش عارف. والله لا.